هذه القوافل تضم 400 سيارة وناقلة تحمل مواد إغاثية وغذائية ومستلزمات ضرورية. وصلنا بهذه القافلة والذي تكلف إلى 150 سيارة وشاحنة مواد غذائية للجيش لأولادنا القوات المسلحة والأمن. باسم أبناء مديرية شباب كوكبان يسرنا أن نقدم بالتبريكات وهذه الإغاثة الحملة من أبناء المديرية، إنما تدل على التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد، وهذا يدل على الالتفاف الشعبي للقيادة الحكيمة ممثلة في فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، والتي تعتبر جدارا منيعا ينكسر أمامه جميع المؤامرات والدسائس، وأن هذه الفئة الضالة التي تسيرها أجندة خارجية للضرر بالمواطنين وبالبلد، وأن احنا ضدها وسنبذل النفس والمال. احنا مديرية شباب كوكبان وضلع كوكبان وقبيلة بيت بنعين مستعدين بروسنا ويسمحوا لنا بقيادة الشيخ حسين خميس، ونحن مستعدين بروسنا بأولادنا وما معنا نقاتل هذه الجرثمة السرطانية. ما يقارب عن 25 شهيد، وهؤلاء هم أغلى ما تمتلك مديرية الطويلة. واليوم أبناء مديرية الطويلة وفي مقدمتهم رجل الأعمال المعروف الأخ زيد محمد حمود أبو علي يقدموا هذه القافلة المتواضعة البسيطة التي تعبر عن وفاء وصدق ونفسية أبناء الشعب اليمني، وفائهم لمبادئهم ومبادئ الثورة. هذه القافلة مقدمة من مديرية الطويلة، عبارة عن مواد غذائية لقواتنا المسلحة والأمن ومواد إغاثة للنازحين. هذا ما قدمناه، وسنقدم دماءنا بعد أموالنا إن شاء الله.